انا هي اللي بسبب راجلي غادي نهرب مع شيخي، واللي غادي يوقع من بعد كيبورش. السلام عليكم، معكم وفاء. عشت وكبرت مع دارنا بخير وعلى خير، ما كان ناقصنا حتى شي حاجه. حنا كنا 3 ديال البنات وجوج ديال الدراري، وكنت انا هي الصغيره في خوتي كاملين. الوالد ديالي الصراحه كان واحد الانسان اللي على قد الحال، لا هو لا امي اللي كانت غير ربات بيت. اما با كان مرة خدام مرة ما خدامش، وكنا غاديين مع الحياة، ولكن مع الصبر والعزيمة والاستمرارية في داك العمل ديالو. كل مرة كيقلب على شي حاجة جديدة، ربي غادي ييسر ليه، وحتى هو غيدخل في داك الشيء ديال البيع والشراء، وتيسرات الامور، ولينا عايشين واحد الحياة اللي مزيانة. ايوا بقينا عايشين بحال هكاك. خوتي الدراري كل واحد شنو دار في حياته، من بعد ما داروا المستقبل ديالهم نضوا وتزوجوا، وحتى خواتاتي حتى هما تزوجوا، وبقيت غير انا مع والديا في الدار. وخوتي اللي تزوجوا حتى هما بقاو في نفس الدار مع والديا، جابوا عيالاتهم وبقاو ساكنين مع الوالدين. ايوا با مسكين خدم ودمر وضرب علينا تماره، وفي الاخر خلى كلشي ومشى. با فاش توفى كانت واحد الصدمه اللي هي كبيره بالنسبه ليا، بالخصوص انا كنت متعلقه به لواحد الدرجه ما تصوروهاش. ايوا بقيت غير انا وميمتي مع خوتي في ديك الدار. خوتي كانوا صعب بزاف، بالخصوص معايا، ما كانوش كيحملوني، بحال كنت غير زايده عليهم في ديك الدار، وغير متقل عليهم. بالخصوص عائلاتهم كانوا كيتشكاو مني بزاف، واخا ما كندير لهم حتى شي حاجه كيتشكاو مني وكيجبدوا معايا الصداع. اش غنقول لكم، ما كانوش كيرحموني نهائيا. وميمتي مسكينه مع الفقيس والعصب اللي كانت كتعصب مع خوتي، وداكشي اللي كيديروا ليا. ديما مسكينه مريضه، ما كانش كيعجبها الحال انها تشوفني كنتمرمد بديك الطريقه. كانوا كيشطحوني بحال شي خدامه، عيالاتهم جالسين وانا كندمر. ايوا امي كانت مسكينه ديما كتضيع معايا، وكتقول لي سيري يا بنتي، بغيت لك غير شي ولد الخير اللي يجي ويديك ويعيشك ديك الحياه اللي كنت كنتمناها ليك. ايوا حتى انا ما نكذبش عليكم، بكثرة ما كنت غير باغا نهرب من ديك الدار، ونهرب من داك التعامل اللي كيعاملوني بيه، وديك الحياه اللي عايشه معاهم. نضت حتى انا تزوجت بهذا السيد اللي هو حاليا الزوج ديالي. ايوا با اللي غيسول على هاد السيد ما كاينش، وخوتي كانوا باغيين غير يتفكوا مني، جاب ليهم الله اللي يفكهم. ما سولوه وما عرفوا عليه حتى شي حاجه، بالعكس، هما داك النهار اللي غنخرج انايا من ديك الدار هو النهار الكبير عندهم. ما سولوا عليه واش خدام واش ما خدامش، واش غادي يسكن اختي مزيان، واش غيتعامل معاها مزيان. بالعكس، صافي هما جاتهم من الجنه والناس، قالوا هذه هي الفرصه باش نتهناو منها ونخوي عليهم ديك الدار، بحال انا ما عرفتش شنو كندير ليهم. ايوا تزوجت هذاك الزواج بحال شي رمانه مغمضه، غاديه غير على الله. ايوا اش غنقول لكم، الراجل اللي تزوجت به ما كانش خدام، باه مسكين هو اللي كان خدام في ديك الوقيته. ايوا الرويجل اش غنقول لكم، كيصبح ناعس، والمشاكل والغوات والصداعات كلشي كيجي في وجهي. اش غنقول لكم، واحد لاله ومولاتي كتقول الشيطان ما كتعرف والو، كانت كتنوض ليا مع الصباح وتقول لي انت اللي لافوت منك، الغلط ديالك، انت اللي خاصك تنوضي راجلك باش يمشي يخدم عليك. انا راجلي غير قليل الصحه، ما عنده كيفاش يخدم عليكم. كنا نزوجو ونتهناو منه، علا وعاسه يدير عقلو. الساعه داكشي اللي خفنا منه طحنا فيه، السيد غير ما زاد في داك الهبلان ديالو. ولكن السبب كيرجع لك انت اللي ماشي مرا، انت اللي ماشي مرا وقاده. كون كنتي مرا وقاده نوضي في الصباح تقولي لي نوض اخويا سير خدم على راسك، ماشي جبتيني هنا باش يخدم عليا باك. ايوا راجلي فاش كندير بهضره عكوستي ومشي لعندو، اش غنقول لكم، كيسبني، كيبدا يغوت عليا، ما كيخلي ما يسمعني في داك النهار. كيقول لي الا لا ماشي شغلك، شنو ناقصك في هاد الدار، ياك الماكله والشراب راه كتاكلي. ايوا صافي، ماشي شغلك، نخدم ولا ما نخدمش ماشي شغلك. ايوا قلت نتزوج ونتهنى من خوتي، الساعه ما كنتش عارفه شنو كيتسناني. كنت كنضل نبكي ونبات نبكي على هاد الزهر اللي عندي، المشاكل مع العجوزه، المشاكل مع الراجل، من غير داك الشيخي بوحدو مسكين. اش غنقول لكم، هو اللي حن فيا. المهم بقيت معاهم بحال هكاك وصابره على هادشي اللي مكتاب عليا. كنت كنغمض عيني على بزاف ديال الحوايج، شحال من مره قلت نوض حتى انا نطلب الطلاق ونتهنى من هادشي كامل. ولكن فين غنمشي، فين هي الدار اللي غادي نمشي ليها؟ واش غنمشي عند امي مسكينه اللي كانت كتشوف خوتي شنو كيديروا ليا، وكانت كتبقى غير تدعى معايا باش حتى انا ندير دويرتي؟ واش خوتي غيهزوني؟ والله ما يعقل عليا شي واحد. انا كنت كنمشي لعندهم غير اليومين، نجلس نبغي نشوف غير امي ونرجع لداري.
النهار الاول الثاني يبداو يمعنوا عليا باش نوض ونمشي في حالي. ايوا هادشي اللي عطا الله، ما عندي ما ندير من غير الصبر، ولكن حتى الصبر راه كيتقاضى. هاد السيده هادي اللي هي عكوستي كانت مكرفسه عليا ديال بصح، كنت كنظن عليها الليل والنهار على داكشي اللي كدير فيا، ولكن من هادشي كامل كيبقى فيا غير داكشي خي مسكين اللي كان كيقطع ليا في القلب. تزير عليه الحال ديال بصح وشد الارض. ايوا هنا غير هو شد الارض ولات المشاكل بلا قياس، حيت هو اللي كان هاز ديك الدار كامله. راجلي ما كانش كيدير في بالو حتى شي حاجه، واكل شارب وبا كيصرف عليه. والمشكله هو ان راجلي كان هو الكبير في خوتو، يعني هو اللي مسؤول عليهم من بعد باهم. ايوا راجلي ما كانش مسوق لهاد الشي كامل، كان عاطيها غير البليه والدوران والسهرات، هادشي اللي كان حاضي، لا خدمه لا ردمه وشاد الركنه. اما واحد عكوستي ملي شافت راجلها صافي شد الارض، غادي تنوض حتى هي وغتمشي تقلب على خدمه. وفعلا لقات شي خدمه عند شي مرا كانت كتمشي لعندها، واش كتشقى ليها في الدار ولا الله اعلم. المهم خدامه عند شي مرا كانت كتضل عندها النهار كامل. والصراحه انا ما نكذبش عليكم، فاش عكوستي خدمات تهنيت منها ومن المشاكل ديالها. وليت كنوض في الصباح بكري كنشقى شقايه نقاد الامور ديالي، ما كاين لا صداع ولا مشاكل ولا شكون يعايرني ولا حتى شي حاجه. ما كتجي هي حتى كتلقى كلشي واجد، وفاش كانت كتجي ما كتهضر معايا ما حتى شي حاجه، حيت اصلا كانت كتجي عيانه ومسخسخه كتبغي غير تاكل وتمشي تنعس. ايوا هنا شويه بشويه بحال وليت انا وياها فاهمين، ولات هي اللي كتصرف وكتعطيني هكا الفلوس كنمشي نتقدى. ما بقاش كتعايرني داك المعيور اللي كانت كتعايرني، حيت صافي شافني وليت انا اللي هز الدار وانا اللي مقابلاها. وحتى من شيخي فكيتها منه، حيت كنت انا اللي مقابلاه. عرفتو كنت مقابلاه بحال شي دري صغير، كنت كندير معاه اكثر من الجهد ديالي باش يصح وينوض ويرجع حتى هو للخدمه ديالو. هو مسكين راه باقي صحيح، وراه السيد باقي صغير باقي شاد في راسو. فجأة حتى السيد طاح، ما عرفناه واش شي حد دار ليه شي حاجه، حتى ولات حالته هكا وضعاف. اش غنقول لكم، ولات حالته كتشفي العدو. وعكوستي غير شيخي ولا هكا مريض، السيده مابقاش حاملاه، نفراتو واحد النفره تقول ماشي راجلها. وليت انا دايره داك الدور بحال انا اللي مراتو، انا اللي قايمه به، حتى من الدوش هو الاخر انا اللي كنت كندخل وكندوش ليه، حيت السيد صافي راه عيان وهي ما مدياهاش فيه. واش غنخليه بحال هكاك؟ ومسكين كان كيضل يرضي عليا في الصباح وفي العشيه. ايوا بقيت هكا وشاده فيه بحال با. كنت كنقوم بالواجب ديالي كزوجه، وكذلك في الدار كنقوم بالواجب ديالي على اكمل وجه باش ما نسمعش ديك الهضره من عكوستي. ايوا غادي تكمل فاش عكوستي غتدوق الفلوس وغيدخلوها الفلوس، وغتجيها المراهقه المتاخره. ولات السيده حتى هي كتلبس وتخرج، علم الله على من كانت حاطه العين. السيده تبدلات 180 درجه. وليت انا ندير اللي بغيت في ديك الدار، وهي ما كتقول لي حتى شي كلمه. وراجلها صافي سمحات فيه، السيده بحال ما كتعرفوش. وكان هو كيبقى يشكي عليا وكيقول لي الشي بنتي، الشي اش ولات كدير فيا المراه اللي كنت مزوج بها سنوات. ودرنا الدراري وما نعرف اش دوزت انا وياها، وكنت كنقول هي اللي غادي توقف معايا في وقت الحزه، ولكن ما لقيتهاش. وانتي يا بنتي اللي وقفتي معايا. وانا الصراحه ما نكذبش عليكم، كنت كنبقى نقول ليه شوفي عمي، هي راه واقفه معانا في المصروف، راه حتى هي خدامه، ما ديش عليها، راه حتى الخدمه كتخلي الواحد ينسى شحال من حاجه. قال لي يا لاله ما بغيتش الماكله، راه اللي لقيناها ناكلوها. انا بغيت المراه اللي تحسسني بانها راه واقفه معايا وتصبر معايا، تكون في جنبي، نحس بشي واحد راه معايا. ايوا انا ما عليا غير نصبر. كنت كنبقى نقول له كنت كنبقى نقول له دابا يحن مولانا، دابا انت تشافى وترجع لخدمتك. ايوا اش غنقول لكم، دزت تقريبا عام على الزواج ديالي، وداك الراجل عندي ما فيه نفس، ما فيه حتى شي حاجه. السيد باقي على نفس الحاله، لا خدمه لا ردمه، نهار يخدم 20 يوم يبقى غير جالس مجبد في الدار. وانا كنت كل مره نبقى ندعي معاه يا ربي يرجع لي عقله. وفعلا غادي تيسر لي واحد الخدمه، غير هي ديك الخدمه كانت في مدينه واحده اخرى، وكانت بالنسبه ليه فرصه مزيانه وما غاديش تعوض. شي دراري صحابو لقاو ليه شي خدمه تما وعيطوا عليه. ايوا السيد عاد رجع ليه الريزو وعاد عجبو الحال، وجا وقف عليا وقفه ديال المعقول. جا قال لي والو، تمشي معايا لديك المدينه نكري انا وياك ونبداو حياتنا من الاول. ولكن انا الصراحه بيني وبينكم انا ما بغيتش نمشي معاه. لما غادي نخلي داك شيخي ومراتو اصلا ما مسوقاش ليه، لما غنخلي الدار شكون غادي يهزها؟ وعاد السيد ما في جيبو حتى ريال، وباغي يديني انا لتما ونبداو انا وياه من الاول. جيتو نيشان.
قلت ليه شوف ولد الناس، سير بعدا خدم شهر شهرين على ما تقاد الامور ديالك وتلقى الكرا، وديك الساعه عاد نمشي معاك. هو ما بغاش، ولكن حتى عكوستي ناضت ليه وخلات فيه غير اللي نسات. اول مره توقف معايا، ولكن ما وقفتش معايا حبا فيا، غير على مصلحتها. قالت لي سير دبر على راسك، وديك الساعه تجي وديها. وزيدوا لي من غتخلي باك وانا خدامه، وشكون غادي يقابلو؟ وشكون غادي يقابل خوتك؟ الراجل صافي تقبل الامر ومشى لخدمته. كان كيخدم شهرين ثلاثه وكيجي للدار عندنا واحد 10 ايام ولا سيمانه يجلس معانا ويعاود يرجع تاني. ايوا بقى هكا اليوم غدا اليوم غدا، وتحسنت الحاله الماديه ديالنا شويه. راجلي واخا ما كانش كيجي بزاف، ولكن كان كيصيفط لينا الفلوس، وكان كيقول ليها صافي بلا ما تبقاي خدامه في ديك الدار، بلا ما تبقاي تمشي تشقي على الناس، انا راني نخدم عليكم. واللي تقاد عليكم بما رجعت لبا صحيحته ويرجع حتى هو لخدمته، وديك الساعه راني نتعاون انا وياه. ولكن هي ما بغاتش. صافي السيده حلت عينيها، ولات عاطياها غير الخروج والدوران، وما عرفناها فين كتمشي. واش فعلا كتمشي لديك الدار ولا الله اعلم فين كتمشي. السيده كتخرج من الصباح وما كتجي حتى الليل. انا ما نكذبش عليكم، شكيت فيها، حيت السيده كتخرج مقاده ومصوبه، يعني ما يمكنش وحده غادي تمشي تشقى عند الناس ودير في راسها بحال هكاك. والله اعلم تكون حاطه العين على راجل ديك المراه، حيت عكوزتي ما كانش هي هذيك، ما بقاش كيف كانت. المهم اش غنقول لكم، بقيت مقابله شيخي، كنحاول انني نعطيه داك الشيء اللي ياكلو زعما صحي باش يرجع الصحه ديالو. خلاص واحد جارتنا تمايا كان جابت لي شعشوب وشحال من حاجه، والسيد كان كيبقى يستفرغ. المهم الصحه ديالو بدات كترجع شويه بشويه، حيت السيد واقيلا كان عنده التوكال، والله اعلم. المهم داك العشوب نفعوه، وفعلا شيخي رجع صحته ورجع احسن من الاول. ايوا ورجع للخدمه ديالو، حيت هو راه كان خدام مع الدوله. ايوا نهار رجع لخدمته ما نكذبش عليكم فرحت، عاد فرحت، حيت هو اللي كان كيتهلا فينا، وعاد ان راجلي دابا دار عقلو وخدم. يعني غنوليو معاونين، غنوليو عايشين واحد الحياه اللي مزيانه، نقدر كاع نمشي عند راجلي. المهم انا هكا فكرت، ولكن هنا غادي تنوض واحد المخاصمه كبيره في الدار. شيخي غادي ينوض لمراتو اللي هي عكوزتي، وغيقول ليها خاصك تجلسي في الدار، الا لا ما تخدمي ما تردمي. صافي الحمد لله، انا رجعت لي صحتي، انا نخدم، ولدك خدام، حنا قادين بالدار. ولكن هي قالت ليه وتقول هذيك الخدمه هي اللي ما نخرجش منها. صافي ناض الغوات بيناتهم، وبدا السيد كيقول لي شوف نقول لك، يا اما الخدمه يا اما جمعي لي شراوطك وسيري لدار والديك. الا لا انا ما بقيتش بغيتك، ما بغيتش انا المراه اللي ما توقفش معايا في الحزه، ما عندي ما ندير بيها. وتفرقع عليها داك النهار. ايوا عكوزتي ما عجبهاش الحال وخرجت من الخدمه. السيده غير خرجت من الخدمه وهي تفكرني عاوتاني وحطاتني في راسها، ولات داك السم ديالها كامل وديك الفقصه وداك العصب كتخرجوا فيا غير انا. شيخي فاش كان كيجي وكيلقاها كتغوت عليه بلا سبب، وهو حيتاش عارفني انا كيف دايره، راه شحال من مره كتعايرني قدامه وما كنجاوبهاش. وهو مع كان الصراحه الشخص اللي حقاني لواحد الدرجه كبيره. صافي كان كينوض وكيبقى يغوت عليها وكيقول لي هاد البنت راها بنت الناس، راها هازانه وخاصك تعاملي معاها بحال بناتك. قال لي اتقي الله، راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. ايوا اش غنقول لكم، السيده غادي تنوض غتمشي عند راجلي اللي هو ولدها، وغتقول له بلي راني كنحس بحال كاينه شي علاقه ما بين باك ومراتك. ما يمكنش هاد الشيء. السيد ولا كيجي منها، السيد راه هي اللي كانت كدوش ليه، ما فخباركش راه هي اللي كانت كتدخلو الدوش وتدوش ليه، كانت مقابلاه من كل شيء، هي اللي كانت كتوكلو وهي اللي كانت كتشربو. هادشي كامل جاك هادي. ايوا عمرات لي راسو مزيان، والسيد ما بقاش كيتيق فيا، ولا غير نصوني ليه يغوت عليا فاش يجي يضربني. علما انني في الاول كان داك الغوات بيناتنا غير حيت كنت باغياه ينوض يقلب على راسو ويدبر حتى هو على شي خدمه. ولكن ملي خدم زعما ولات الحياه ديالي مستقره مع السيد، كيعاملني مزيان وحتى انا كنعاملو مزيان، زعما ما بيني وبينه حتى شي مشكل. حتى دخلت مو بيناتنا، وراجلي زعما راه كان كيشوف التعامل ديالي مع باه ما عمرو شك فيا، ولكن دخلت لي دوك الافكار راسو. ايوا هنا الراجل ولا كينفرني شويه بشويه. في الاول كان كيجي كيجلس معانا شويه، ما بقى السيد كاع كيجي، ولا كيصيفط غير الفلوس وما كيجيش، وملي كيجي ما كيتسوقش ليا، دايرني بحال ما كايناش في ديك الدار. هنا عرفت باللي راه كاينه شي حاجه. المهم السيد ولا بعيد عليا لواحد الدرجه اللي ما تصوروهاش، ولينا قليل كاع فاش كندير انا وياه هكا شي علاقه. وتما زدت تاكدت
بان السيد يا اما مصاحب يا اما داير شي وحده، يا اما على الله شنو كيدير في ديك المدينه اللي خدام فيها. المهم 100% كاينه شي حاجه. صافي تقلبات حياتي. كملت انا وياه عامين ديال الزواج، وباقي ما كاين لا دراري لا حتى شي حاجه. كنت انا باغيه نشوف وليداتي، باغي ندير وليدات، والسيد ما كانش مسوق ليا. المشاكل مع مو عافين تزادوا. فيما تلقى الفرصه تشد فيا. شيخي كان هو الوحيد اللي مسكين يشد ليا في يدي ومصبرني، وكنت الصراحه دايرها بحال با. ولكن العجوزه كانت دايره الدور ديالها على اتم وجه. السيده ما بغاش تخليني هانيه. السيده غير جلست في الدار، هزيتي وحده وحطيتي وحده. كان شيخي ما بقاش خلاها تخرج، وما بقاش خلاها زعما مناها من داك الدوران وداك الشيء. اش ولات كدير؟ حدو غير كيخرج مع الباب كتمشي تقاد وتصايب وتخرج. غير كدير في بالها تحس به راجا ولا غادي يجي، ولا الله اعلم واش كتهضر مع بناتها هما اللي كيصونيو عليها ويقولوا ليها راجا. السيده عاد كتجي، وليت شاكه فيها راه حتى هي كتخون راجلها. حيت هاد الشيء راه ما ديروش شي مرا اللي مزوجه ومحترمه راجلها. هاد الشيء كيديروا غير هادوك الناس اللي خارجين للطريق. المشاكل بينها وبين شيخي غير ما زادوا كتروا، لدرجه انه ولا كيضربها، وكان كيبقى يغوت عليها فاش كيشوفها كتصبغ في ضفارها ولا كتصيف شعرها ولا كتماكي. تلقى راسها واجده، وهنا شيخي ولا كيعايرها. واحد النهار قال لها راك كبرتي، وهادشي اللي كديري فيه راه ما كيديروش حتى بناتك. قال لها شوفي بناتك راه خصهم يتزوجوا ويولدوا لك الحفاد. قال لها ديري عقلك، راه بغيتي تشوهينا قدام الناس. وكانت السيده ما كترضاش فاش كيقول لها هادشي قدامنا، لدرجه ولات كتقول له انا ما عرفتكش علاش كدافع على هاد عروستي، وما عرفتها واش عروستي ولا ضرتي. كدافع عليها اكثر مني انايا. واخا انا زعما راه ما كنتش كنجبدها في الهضره، ولا كنبدا نضحك عليها فاش كيبدا زعما هو فاش كيغوت عليها ولا شي حاجه. بالعكس كنحاول انني ندخل بخيط ابيض. ولكن السيده كانت كتقلب ليا غير على الفرصه منين تجبدني ومنين تدور فيا. واخا انا ما كنت كندير لها حتى شي حاجه، كانت كتقلب وكتقلب غير على الفرصه من تشدني. ايوا بقيت عايشه معاهم بحال هكاك، عايشه غير في الصداعات والمشاكل. ما حيلتي لراجلي اللي نفرني واحد النفره عالميه، ما حيلتي لعكوستي اللي اصلا كتقلب ليا غير على السبه. ايوا هنا حاولت انني نوض ونمشي نهضر مع شيخي، قلت لي صافي خليها على خاطرها، راه بنادم كيكبر، راه زعما انت عارف، ومن الاحسن ما تبقاش تصادع معها، وصافي خليها دير داكشي اللي بغات حتى تقنع من داكشي. وفعلا شيخي ما بقاش كيديها فيها، وبحال دخل سوق راسو وخلاها دير اللي بغات. ولات كتخرج وقت ما بغات وتدخل وقت ما بغات وتلبس اللي بغات. وانا كنت كنحسب زعما راه غادي تقاد الامور. الساعه السيده ملي شافت راجل نفرها وما بقاش مسوق ليها، اش غنقول لكم، تاني ما عجباش الحال. ولات غير كدور وتصوت في ديك الظهر. والسيده ما بقاش عجبها الحال وغير كتغوت. ولا هو يجي من الخدمه ولات هي كتنقر عليه. واحد الليله اش غنقول لكم، ناعسين حتى كنسمعوا القرباله نايضه. السيده جالسه كتغوت ربي اللي خلقها، وكتقول له حرام واش تنعس حدايا. سير اخويا قلب فين تنعس، انا الراجل اللي نفرني ما ينعش حدايا، وما توسدش انا وياه مخده وحده. ما تهضر معايا ما نهضر معاك، سير اخويا فرقني عليك. شيخي ما قال لها حتى شي حاجه، ما غوت عليها ولا عبرها ولا تناقش معاها. السيد هز وسادته وغطاه وخرج للصالون وضربها بنعسه. عرفتو ديك الليله بغات تموت، بغات تموت في سمها، بغات تموت بداك العصب اللي هي معصبه. ايوا من تما ولا هو كينعس في الصالون وهي كتنعس في البيت. باش تعرفوا راه السيده بصح عقلها صغار، حتى هي غتنوض وغتجمع حوايجها وغتمشي تغضب. غتمشي تغضب عند واحد من خوتها. مشات غضبت عنده شهرين. اش غنقول لكم، شيخي ناض عليه وعدو سعدو حشم من ديك الشوهه اللي دارت لي على كبرها، تولي غضبانه. مشى حتى هو يطلب ويزاوق ويرغبها ترجع للدار. عاوتاني طراو المشاكل، ومشات عاوتاني غضبت عند واحد خوها اخر. صافي فاش شافها ولات هكاك، السيد ما بقاش مسوق ليها، ما بقى كيمشي ما كيحاشيها ليها. وهنا السيده صافي فاش عرفت بلي ما بقاش عندها الوجود كاع في ديك الدار، بغات تنكد عليا انا حياتي وحياه راجلها. رجعت لينا، وديما ولات الصداعات والمشاكل. ديما كتحرج راجلي باش يغوت عليا وباش يشك فيا مع باه. راجلي اللي ولا كيجي من مده لمده، نهار كيجي كيعطيني قتله ديال العصا. علم الله شنو قايله ليه. شيخي ما كانش كيسكت على هذا الشيء، حيت مستحيل يشوف الظلم قدامه ويسكت عليه. كينوض وكيبقى يغوت عليهم ويهضر معاهم ويقول لهم راه ديك الدريه ما كدير لكم حتى شي حاجه. هنا راجل ولا كيشك بالمزيان غير ما زاد تاكد. واحد النهار ويقولها لباه، قال لي شتي انت ومراتي بيناتكم شي حاجه، وانا والله العظيم والله ما نكذب عليكم الا داك الراجل
اش غنقول لكم، راه كنت دايره بحال با وكثر. ايوا هنا السيد ولا كيغوت على باه، ولا كيوقف في وجه باه وكيقول له واش بغيتي تشوهنا، واش بغيتي دير ليا مراتي؟ الا كنتي بغيتي تديها وبغيتي تاخذها وعجباتك غير خذها، انا ما عندي ما ندير بها. صافي انا اصلا نويت نطلقها، عرفتو؟ بقيت كنرغب ونزوق فيه. علاش انا غادي نطلق؟ كون غير دايره انا شي حاجه، وعاد انني ما عندي فين نمشي. ايوا كنت كندير كتر من جهدي باش نرجع العلاقه ديالي مع راجلي مزيان، ولكن كان فات الفوت. السيد داير فكره وحده في راسو، هي انني عندي علاقه مع باه. ما خليت باش حلفت ليه، ما خليت ما درت، والسيد والو ما بغاش يتيقني. باه حتى هو هضر معاه وهو مبغاش يتيقو. ايوا هنا شيخي فاش شافهم ظلموني داك الظلم كامل. واحد النهار غادي يقول لي جمعي حوايجك ويلاه معايا. قلت ليه فين غادي نمشي معاك؟ قال لي قلت لك جمعي غير حوايجك، ويا كنتي كتيقي فيا يلاه معايا وما تسوقي لحتى شي واحد. انا في ديك الوقيته ما نكذبش عليكم ما لقيت حتى شي حل. كنشوف راجلي غادي يطلقني، يعني انا مطلقه. الرجوع راه ما كاينش. عكوزتي خلاص كيفاش كتعاملني وفرحانه. ايوا ما لقيت حتى شي واحد في جنبي في ديك الوقيته من غير شيخي. شيخي هو الراجل الوحيد اللي لقيت واقف معايا. وقلت مع راسي اصلا الوليدات اللي زعما غادي يخلوني نبقى صابره مع هاد الراجل ما كاينينش، وما عطاهمش ليا الله. وخلاص فاش غادي يقول لي راجلي شوفي براتك غادي توصلك، وزيدون انا راه عندي اللي ينسيني فيك. انا راني تعرفت على واحد السيده في المدينه اللي خدام فيها، وغير غادي نطلقك غادي نتزوج بها، وراه غادي نكري ليها معايا وغادي تكون معايا، وما غاديش نجيبها كاع لهنايا باش ما يديها ليا حتى شي واحد. صافي هنا عرفت ان الراجل طار من بين يديا. ندمت على النهار اللي خليته يمشي يخدم في ديك المدينه بوحدو. كون غير مشيت معاه، كون غير صبرت ومشيت معاه. ولكن اش غنقول لكم، هادشي اللي مكتاب وكل حاجه الا وفيها خير. اش غنقول لكم، الليله اللي جا عندي فيها شيخي في الليل وقال لي جمعي حوايجك. قلت لي فين غادي نخرجوا في هاد الليل؟ قال لي شوفي غنخرج انا وياك من هاد الدار، وما غيعرفنا حتى شي واحد، لا فين مشينا لا فين جينا. ياك انا بحالي بحال باك، ويلاه معايا. وفعلا جمعت دوك الحويجات ومشيت انا وياه مع ديك 12 ديال الليل. خرجنا ما حس بينا حتى شي واحد. ايوا شد في يدي وشديت ليه في يدو وزدنا مع الطريق. ولكن ماشي ديك الشده ديال العشيق ديالي ولا شي حاجه، حاشا ولله. بالعكس السيد كان دايرني بحال بنتو، انا كنت دايره بحال با اللي تحرمت منه. المهم مشينا وداني لواحد الدار. كيف ما دخلنا قال لي هادي راه دارك، انت وامك. حيت شيخي كان عارف المشاكل اللي دازوا عليا مع خوتي، وعارف امي كيفاش عايشه معاهم. كنت معاوده ليه كل شيء. قلت لي كيفاش؟ قال لي كتسمعي قولي بسم الله ودخلي. ايوا دخلت لديك الدار. الصراحه ماشي كانت شي دار اللي كبيره ولا شي حاجه، فيها جوج بيوت وكوزينه، واحد الدار على قد الحال. قال لي شوفي انت تستاهلي كل خير على داكشي كامل اللي درتي فينا، بالخصوص داكشي اللي درتي معايا. كنتمنى نشري لك احسن من هاد الدار، ولكن هادشي اللي عطا الله، هذا هو الجهد ديالي، وكنتمنى غير تعجبك. انا تصدمت حيتاش ما عرفتش داكشي كيفاش طرا ما بين ليله ونهار. تصدقات عندي دار انا وامي وغادي نعيش فيها. انا كنحسابو غير كيضحك معايا، ولكن السيد كان كيهضر من نيته. المهم شيخي فاش وصلني لديك الدار في داك الليل ما بقاش معايا، مشى رجع لدارو. ايوا في الصباح مني ناضو ما لقاونيش، اول حاجه درت عكوزتي هي صونات الراجلي. المهم راجلي فاش ساق الخبر صونا ليا، بقى كيصوني. فاش جاوبته هو يقول لي بصحتك على الليله اللي مدوزاها، فين دوزتيها؟ قلت لي الله يعطيك الصحه، وانت مالك ندوزها فين ما بغيت، يا قلتي لي براسك غتوصلك. ايوا انا كنتسنى فيها. عرفتو تصدمت من راسي، حيت اول مره غادي نهضر مع راجلي وانا ما خايفاش منه. حيت انا في الاول راه كنت كنخاف منه على ابسط الحوايج، كنخاف ينوض يضربني ولا يدير فيا شي حاجه، كان غير الصوت ديالو كيخلعني. ولكن دابا فاش لقيت واحد الشخص اللي هو شيخي واقف في جنبي وغادي يعوضني على بزاف ديال الحوايج، صافي ما بقيتش كنخاف. صافي زعمت، حتى انا وليت كنهضر، حتى انا وليت كنخرج داكشي اللي في خاطري. ايوا راجلي بحال تندم مع الحال ولا ما نعرف. السيد شعر ولا كيقول لي دروك ترجعي للدار. صافي لالا انا مبقيتش باغي نطلقك، انا دابا بغيتك تجي ونحلوا هذا المشكل اللي بيناتنا. قلت ليه شتي دابا واخا تنطابق السما مع الارض ديك الدار والله لا رجعت ليها. قلتي لي عندك وحده وباغي تزوج بيها. ايوا اخويا سير دابا طلقني وسير تزوج وعيش الحياه. ايوا هنا دار في باه وقال لي ياك ما مشيتي كريتي ليها، ياك ما انت اللي هربتيها باش تعيشوا داكشي اللي بغيتو. قال لي صافي
انا غادي نمشي ندعيكم بجوج بكم، وغادي ندعيكم بتهمه الخيانه الزوجيه. قلت لي سير داكشي اللي في جهدك ديرو، وقطعت عليه. ايوا اش غادي نقول لكم؟ لغدت ليه غادي نلقى شيخي جاي لعندي وجايب معاه امي اللي شحال هذا ما شفتها. عرفتو داك النهار كان احسن نهار بالنسبه ليا، حيت اخيرا غنتجمع انا وامي في نفس الدار. ولات امي عايشه معايا في ديك الدار، وانا ما نكذبش عليكم، شيخي عوضني على داكشي كامل اللي عشت مع ولده. كان زعما معاون معايا في ديك الدار، فعلا شراها ليا انا وامي، وقال لي هذاك غير الجزاء ديالك على داكشي اللي درتي معايا. شيخي كان كيرضي عليا الصباح والعشيه، وحتى من الظهر كتبها بسميتي. قال لي باش ما يخرجك منا حتى شي واحد، لا بالشرع لا بالقانون. المهم حياتي تحسنات، والراجل ديالي منين سال الكونجي ديالو بقى كيقلب عليا. السيد ما خلى فين نقلب، ولكن انا ما بغيتش نقول له فين سكنت، ما بغيت نقول له حتى شي حاجه. كان كيضل يصوني ويعاود ويقول لي غير فينك، بغيت غير نجي نجلس معاك ونتفاهم معاك ونتفاهم انا وياك. كنقول له ما عندي فاش نتفاهم انا وياك، صافي داكشي اللي بيناتنا راه سالا. ايوا هنا الراجل ناض من بعد معايا، رفع ديك القضيه ديال الطلاق. ايوا في ديك الوقيته كنجري على دوك الجلسات ديال الطلاق، الجلسه الاولى الثانيه. هنا وليت كنحس براسي ماشي هي هذيك. صافي اش غنقول لكم، وليت غير دايخه، وليت غير كنرد. والمفاجاه غادي نلقى راسي حامله وعندي 3 شهور، وانا ما جايبه للدنيا خبار. ربي سبحانه وتعالى مني كيبغي يرزق الواحد راه كيرزقو بواحد الطريقه اللي مستحيل الانسان يتخيلها. وانا بالطبع ديالي كانت العاده الشهريه ديما كتجيني معطله، يعني كتبقى حتى 3 شهور 4 شهور وما كتجينيش. صافي حتى كنقول راني حامله، وفي الاخر ما كنلقى راسي ما حامله ولا حتى شي حاجه. داكشي ما رديتش البال، وما عمرني زعما شكيت انني نقدر نكون حامله هاد المره بسبب دوك المشاكل. ما كانش كيقرب ليا من غير الا شي مرات كان كيجي سكران هاد السيد كيتقرب مني. داكشي ما كنتش دايره هاد الاحتمال ديال انني نكون حامله. والمشكله دابا هي انني ما قدرت نقول حتى شي واحد. انا واقفه على الطلاق، غادي نطلق، وما عرفش واش نقولها لراجلي ولا نقولها لشيخي. مشيت قلتها لامي، امي قالت لي شوفي يا بنتي، نوضي سيري رجعي لراجلك، وسيري يا بنتي تفاهمي معاه، ومن الاول خرجي فيه عينيك، وقولي ليه انا الا كنت غنرجع ليك ديني معاك وما نرجعش نسكن مع امك. وقولي ليه راكي حامله، وديك الساعه شوفي شنو غيدير معاك. ما تعرفي فاش يعرفك حامله السيد يرجع ليه عقله ويولي معاك مزيان. ولكن انا الصراحه ما نكذبش عليكم، خفت نمشي نقولها ليه ويمشي يبدا يقول لي وباش عرفتو انا ولدي، ويلصقها في باه. حيت راجلي صافي كيشوفني انا راه كنخونو مع باه، هادشي اللي كيشوف. ولا تمشي تسمع عكوستي ودير ليا شي فضيحه تما وشي شوهه، الله اعلم انا هادشي مناش خفت. ودابا راني قصدتكم غير باش تعاونوني وشي دعيوه ديال الخير، واللي شاف القصه ديالي ينصحني بداكشي اللي قدر عليه. واش نوض ونمشي نقولها لراجلي ونرجع معاه؟ لا ربما ترجع حياتي حسن، ولا نسكت ونطلق ونربي هاد الوليد ولا البنيته غير بوحدي. والله ما عرفت، والله ما عرفت شنو ندير. المهم هذه هي القصه ديالي. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالنصائح ديالكم، وفي الاول والاخر الله يدير اللي فيها الخير. المهم اللي وصل هنايا ما ينساش يدعمنا بلايك واشتراك في القناه باش كل مره يوصلكم الجديد. شكرا على حسن المتابعه، وخليتكم على خير.